السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم. معكم مستر يوسف يحيى. النهاردة هنتعلم how to write a blog post، إزاي نكتب منشور في مدونة. وهنتكلم النهاردة عن the Luxor Temple اللي هو معبد الأقصر. تعالى كده نشوف مع بعض. أول حاجة نشوف شكل السؤال. هنا بيقول لي write a blog post of 80 to 90 words on، عايزني أكتب منشور مدونة مكون من 80 ل 90 كلمة عن your visit to the Luxor Temple، زيارتك لمعبد الأقصر. تعالى كده نشوف المنشور بتاع المدونة ده شكله هيبقى عامل ازاي. هو مش هيختلف عن الباراجراف، هو يعتبر باراجراف بس بنزود له شوية بنود أو شوية سطور في البداية وسطر في الآخر. تعالى كده نشوف. أول حاجة أعملها أول إيه؟ أيوه، اسم كاتب المدونة، فبكتب مثلا إسلامز بلوج أو أحمد's بلوج، يبقى أول سطر بزوده فوق أو بكتبه فوق اسم الكاتب بتاع المدونة. بعد كده بكتب التاريخ بتاع المدونة في سطر داي 28 سبتمبر، يوم 28 السبت 28 سبتمبر، يبقى أول سطر عندي اسم كاتب المدونة، تاني سطر عندي التاريخ بتاع كتابة المدونة، تالت سطر هيكون my visit to the Luxor Temple، زيارتي إلى معبد الأقصر، الموضوع بتاع المدونة. يبقى دول 3 سطور اللي أنا بزودهم فوق أي باراجراف عشان أحوله إلى بلوج بوست لمنشور مدونة. بعد كده بكتب باراجراف عادي. تعالى كده نشوف. my last week، الأسبوع اللي فات I visited the temple of Luxor، زرت معبد الأقصر. It's a large Egyptian temple، هو معبد مصري كبير. It's on the east bank of the Nile River، هو بيقع على الضفة الغربية لنهر النيل الأقصر في الأقصر. The ancient Egyptians built it، القدماء المصريين بنوه around 1400 BCE، حوالي سنة 1400 قبل الميلاد. It is important for understanding life، هو مهم لفهم الحياة in ancient Egypt، في مصر القديمة. because the writing on its walls، لأن الكتابات اللي على الحوائط بتاعته gives us، بتعطينا very interesting and useful information، معلومات شيقة ومفيدة جدا about language and religion، عن اللغة والدين أو الديانة over 3000 years ago، عبر 3000 سنة مضت. You can see beautiful paintings، تستطيع أن ترى لوحات جميلة on its walls، على حوائطه. But the temple is so old، لكن المعبد قديم جدا. You can't see all the colors، ما بتقدرش تشوف كل الألوان on its walls، على الحوائط بتاعته. Some people are working to clean and repair the paintings، بعض الناس بتحاول إن هي تنظف وتصلح اللوحات دهيت. That's so cool، ده شيء رائع جدا. كده أنا خلصت الباراجراف بتاعي، فبزود سطر في الآخر بسأله اللي هو الخاتمة بتاعت المدونة What do you think of it، ايه رأيك فيه؟ Do you like it، هل عجبك؟ يبقى تاني أنا عندي باراجراف أهوت مكتوب، زودت في البداية اسم كاتب المدونة، تاريخ كتابة المدونة، موضوع المدونة، وفي النهاية حطيت الخاتمة اللي هي What do you think of it أو Do you like it. يبقى أنا كده كتبت المدونة. يبقى الفرق ما بين الباراجراف والبلوج بتاع البلوج بوست، المنشور بتاع المدونة، مفيش فرق غير 3 سطور في البداية وسطر في النهاية. اشيل السطور اللي فوق والسطر اللي تحت يبقى باراجراف، ارجعهم يبقى كده ايه؟ بلوج بوست. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا الفرق ما بينهم. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.